مصطفى، حاسس ان الموضوع ده مختلف يعني، وانت بتلعب في الزمالك وانت بتلعب في بيراميدز، هل حاسس انه في حاجه ليها علاقه بانك مش واخد حقك بشكل كامل في بيراميدز؟ اكيد طبعا، اكيد الجمهور والاعلام مم. بيبقى ليه عامل بيأثر طبعا على الناس ماشي، سيبك من المسؤولين. الجمهور، كده كده انت لا تمتلك ظهير جماهيري. بالظبط. لكن كلمني انت احساسك، هل في الملعب ممكن تظلم تحكيميا، تحس ان بيجي عليك ما كانش بيحصل ده مثلا في الزمالك؟ ده حقيقي. ها. حتى طريقه الكلام مع الحكام بتختلف تماما والله. على حسب التيشيرت اللي انت لابسه، واجيب لك من الاخر. وانت في الزمالك ما كانش كده؟ لا. فهمني اكتر. لا يعني ايه طريقه الكلام نفسها لما بتيجي مم. تتكلم مع حكم. يعني انا مش هجيب له، مش هقول مين الحكم، بس احنا في ماتش بتكلم مع الحكم، فانا بقول له يا كابتن يا كابتن، اقول له ازاي؟ لا 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 ما تتكلمش قلت له يا كابتن انا بقول لك يا كابتن وبكلمك باحترام، اتكلم معايا كويس. مم. يقول لي انت هتعلمني الادب؟ قلت له انا مش بعلمك الادب، انا بكلمك بقول لك كلمني كويس، بس ما بطلبش منك اكتر من كده. الناحيه الثانيه بقى نفس الموقف، وانا واقف مع لعيب تاني عادي جدا، هتلاقيه بيتكلم بطريقه مختلفه تماما مم. تماما، مم. ويهدي في اللعيب وخلاص ومعلش ومش معلش. لا هو ده مش طبيعي. وكان في الزمالك يكلمك لا ازاي؟ ما يعملش كده. ما يعملش كده، يخاف من الجمهور، ما يعملش طبعا. يعمل حساب طبعا للجمهور. طبعا.